شن النائب التركي بهاء الدين ناهيت هجوما شرسا على الجزائر، متهما إياها بالتواطؤ مع عناصر انفصالية كردية. وفي هذا الصدد قال ناهيت: سنواصل محاربة الخونة أينما كانوا وأينما ذهبوا، فإن تركيا بلد قوي بأبنائها الأتراك، ولن تقبل أبدا أن يقيم الانفصاليون الأكراد دولتهم على الأراضي التركية. وأضاف النائب التركي قائلا أن بلاده لاحظت مؤخرا وصول عناصر إرهابية انفصالية كردية إلى الجزائر، وهو ما وصفه بخطوة غير متوقعة من دولة اعتبرها صديقة، مشيرا إلى أن الجزائر كانت تحت الحماية العثمانية في فترة تاريخية ليست بالبعيدة، مضيفا بالقول: الجزائر التي رعيناها وحميناها كثيرا اليوم تستقبل جماعة إرهابية كردية على أراضيها. وتابع ناهيت يقول: اليوم شعرت أن الإمبراطورية العثمانية ارتكبت خطأ عندما باعت ولاية الجزائر لفرنسا، والجزائر تعلم أنه لولا أجدادنا الأتراك والقائد العظيم بربروس لظل سكانها عبيدا للإسبان كما وجدناهم أول مرة.